بقع ملابس الاطفال من اصعب البقع اللي بتواجه الامهات في غسيل ملابس اولادها، وده عشان بيكون البقع اللي موجوده في الملابس ديت بتبقى بقع متنوعه زي بقع الاكل والمشروبات والعصاير، وكمان اقلمه التلوين والسلايد. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان المساحيه دي ما بتقدرش تطلع كل البقع دي، عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه هتقدروا تطلعوا بيها معظم البقع اللي بتكون موجوده في الملابس ديت بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. هنجيب بقى اي حاجه عندنا فاضيه وهنحط فيها اسيتون بتاع مزيل طلاء الاظافر. بعد كده هنفضي عليهم كمان شويه كحول ايثيلي بتاع تعقيم الايدين، وهنحط عليهم شويه سائل بتاع غسيل الاطباق. هنفضي عليهم شويه كلوركس الوان، لو ما عندناش هنحط عليهم اي سائل بتاع غسيل ملابس احنا بنستخدمه عندنا برضو في البيت. بعد كده هنحط عليهم شويه خل صغيرين. اخر حاجه هنحطها شويه ميه ونقلبهم في بعض كويس. بعد كده بقى هنجيب اي بخاخ عندنا قديم في البيت وهنفضي فيه الخلطه اللي احنا عملناها. هنقفلها ونرجها كويس ونبدا نرش مكان البقع مباشر او مكان الاتساخ اللي موجود في الملابس. بعد كده بقى هنجيب اي فرشه ناعمه او اي اسبونشه بتاعت غسيل اطباق موجوده عندنا في البيت، وهنبدا ان احنا ندعك بيها القماش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو في اي حاجه او بقعه ما رضتش تطلع او حاسين ان البقعه لسه سايبه اثر، بنرش عليها تاني وبنرجع برضو ندعكها بالفرشه تاني بالشكل ده كده. بعد ما نخلص ونتاكد ان البقعه كلها طلعت، بنجيب اي حاجه بقى فيها شويه ميه ونبدا نشطف القطعه بالشكل ده، او نقدر نحطها في الغساله على طول. بس الافضل طبعا ان احنا نشيك عليها قبل ما نحطها في الغساله عشان نتاكد ان البقع اللي فيها كلها طلعت. وادي شكل التيشيرت اهوت بعد ما خلص، الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، وكمان ما فيش الوان اتاثرت فيه. بقع ملابس الاطفال من اصعب البقع اللي بتواجه الامهات في غسيل ملابس اولادها، وده عشان بيكون البقع اللي موجوده في الملابس ديت بتبقى بقع متنوعه زي بقع الاكل والمشروبات والعصاير، وكمان اقلمه التلوين والسلايد. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان المساحيه دي ما بتقدرش تطلع كل البقع دي، عشان كده في الفيديو ده هقول لكم على خلطه سحريه هتقدروا تطلعوا بيها معظم البقع اللي بتكون موجوده في الملابس ديت بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. هنجيب بقى اي حاجه عندنا فاضيه وهنحط فيها اسيتون بتاع مزيل طلاء الاظافر. بعد كده هنفضي عليهم كمان شويه كحول ايثيلي بتاع تعقيم الايدين، وهنحط عليهم شويه سائل بتاع غسيل الاطباق. هنفضي عليهم شويه كلوركس الوان، لو ما عندناش هنحط عليهم اي سائل بتاع غسيل ملابس احنا بنستخدمه عندنا برضو في البيت. بعد كده هنحط عليهم شويه خل صغيرين. اخر حاجه هنحطها شويه ميه ونقلبهم في بعض كويس. بعد كده بقى هنجيب اي بخاخ عندنا قديم في البيت وهنفضي فيه الخلطه اللي احنا عملناها. هنقفلها ونرجها كويس ونبدا نرش مكان البقع مباشر او مكان الاتساخ اللي موجود في الملابس. بعد كده بقى هنجيب اي فرشه ناعمه او اي اسبونشه بتاعت غسيل اطباق موجوده عندنا في البيت، وهنبدا ان احنا ندعك بيها القماش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو في اي حاجه او بقعه ما رضتش تطلع او حاسين ان البقعه لسه سايبه اثر، بنرش عليها تاني وبنرجع برضو ندعكها بالفرشه تاني بالشكل ده كده. بعد ما نخلص ونتاكد ان البقعه كلها طلعت، بنجيب اي حاجه بقى فيها شويه ميه ونبدا نشطف القطعه بالشكل ده، او نقدر نحطها في الغساله على طول. بس الافضل طبعا ان احنا نشيك عليها قبل ما نحطها في الغساله عشان نتاكد ان البقع اللي فيها كلها طلعت. وادي شكل التيشيرت اهوت بعد ما خلص، الحمد لله ما فيهوش اي حاجه، وكمان ما فيش الوان اتاثرت فيه.